3 أماكن لو دخلتهم مستحيل ترجع زي ما كنت. القصة الأولى، البيت اللي بيرفض يسيبك تمشي. أنا اسمي أيمن، بشتغل مصور فريلانس، بحب أروح أماكن مهجورة أصورها وأوثقها. مرة جالي إيميل من حد مجهول فيه لوكيشن لبيت في أطراف الجيزة، كان مكتوب في الرسالة صور البيت لكن ما تدخلش الدور الثاني. طبعا الكلام ده زاد فضولي جدا وقررت أروح. كلها لناس ملامحهم مش واضحة، بس كلهم باصين ناحية نقطة واحدة في الصورة، نفس الاتجاه. في اللحظة دي حسيت إن في حاجة بتراقبني. قبل ما أكمل، اضغط لايك واشترك فوراً، علشان اللي حصل بعد كده هو عمره ما يتنسي، وعمري ما كررته تاني في أي مكان دخلته. قررت أطلع الدور التاني، وده كان أسوأ قرار في حياتي. وأنا طالع حسيت إن السلالم بالطول، كل ما أطلع سلمة. وصلت قبل الغروب، وكان البيت باين عليه إنه مهجور بقاله عشرات السنين. شبابيك مكسرة، باب مقفول بس مش مترب، فكأنه في حركة بتحصل كل فترة. أول لما دخلت الكاميرا بتاعتي فصلت رغم إن البطارية كانت فل. بدأت أصور بالموبايل وأنا بتمشى في الصالة. سمعت صوت خطوات فوق راسي، وقفت ركزت، بس مفيش صوت تاني. كملت، لقيت صور قديمة في الأرض اللي بعدها تبان أبعد. لحد ما وصلت فوق لقيت باب واحد بس، بابه غريب من الخشب وعليه حفر قديم كأنها رموز أو تعاويذ. والمصيبة الباب كان مفتوح لوحده. دخلت وكانت الأوضة شبه فاضية، بس فيها مراية كبيرة جدا. وأول ما قربت منها شفت نفسي، بس ورايا كان فيه أنا تاني، نفس شكلي واقف ساكت، بس عينيه مفتوحة على الآخر وباصص لي. لفيت ورايا مفيش حاجة، رجعت أبص في المراية لقيته بيبتسم. جريت برة الأوضة بس مفيش مخرج. البيت اتغير، السلالم اختفت، وكل الشبابيك اتقفلت. قعدت أصرخ، أضرب الباب، أدور على أي مخرج، بس مفيش فايدة. عدى وقت طويل ما عرفتش أميز هل هو ساعات ولا أيام. وأنا منهار لقيت ورقة مرمية على الأرض مكتوب فيها: دلوقتي أنت بقيت جزء من البيت، كل واحد صور هنا ما خرجش، وكل واحد عصى التحذير اتنسى. القصة الثانية، الطريق اللي ما بيرجعش حد. حادثة عربية غيرت حياته وفتحت له باب لعالم مش للبشر. أنا اسمي عمار، كنت راجع من شغلي في طريق صحراوي فاضي الساعة 1 بعد نص الليل. الطريق ده اللي اسمه طريق النخل الميت، كنت أول مرة تسوق فيه، والغريب اللي GPS فصل والإشارة راحت، وكأن العربية دخلت منطقة ما فيهاش شبكة ولا وقت. المهم وأنا سايق شفت ست ماشية لوحدها على جنب الطريق، لابسة أسود ووشها مش باين. بطأت وقلبي بدأ يدق بسرعة غريبة، مش خوف بس كان في شيء غلط. لفيت وراها بالعربية، اختفت. وهنا حصلت المصيبة، العربية وقفت لوحدها فجأة، ونور التابلو كله طفى، والعداد بدأ يتحرك رغم إني كنت واقف. ثواني وسمعت خبط على الزجاج من برا. ببص لقيت الست واقفة، بس المرة دي وشها باين، وشها مش وش بني آدم. قبل ما أكمل، لو قلبك ضعيف اقفل الفيديو، بس لو كملت اضغط لايك واشترك فورا، لأن اللي حصل بعدها هيفضل يطاردك في النوم. كنت مشلول مش قادر أحرك إيدي. الست اختفت تاني، وسمعت صوت في ودني بيقول: مفيش رجوع يا عمار، أنت اخترت الطريق. العربية اشتغلت لوحدها وبدأت تمشي، بس الغريب الطريق ما كانش بيتغير، كأني بلف في دايرة، نفس الشجرة، نفس الحجارة، نفس الغروب. لقيت لوحة مكتوب عليها: أهلا بك في الطريق التكراري، اللي يدخله ما يرجعش. صرخت، ضربت فرامل، نزلت أجري، لكن الأرض نفسها كانت بتمط، كل ما أجري الدنيا تضلم أكتر. ولقيت نفسي قدام نفس العربية، بس المرة دي فيها واحد قاعد مكاني وشبهي بالضبط، بس عينيه سودة، وابتسم لي وقال: أنا بقيت أنت،
وأنت خلاص خرجت. لقصة التالتة، الدرج اللي بينزل لتحت بس. أنا اسمي راضي، شغال حارس أمن في موقع بناء مهجور على أطراف المدينة. مكان ما فيهوش روح ولا حتى إنترنت، شغلانة أي كلام بس بتسد. بس في يوم كل حاجة اتقلبت. كان يوم جمعة، الدنيا ضلمة وهادية زيادة عن اللزوم. ريح بتصفر والتراب بيطير حوالين المباني اللي لسه تحت الإنشاء. وأنا في اللفة الليلية المعتادة لمحت حاجة غريبة في الأرض. كان في حاجة بتبرق وسط التراب جنب رافعة مهجورة بقالها شهور ما تحركتش. قربت أشوف ولقيت باب حديد قديم في نص الأرض، كأن حد كان مغطيتي بالتراب والريح كشفته. الباب ده ما كانش موجود امبارح. فتحته وطلع لي سلم حجري نازل لتحت. كل درجة عليه مكتوب عليها بخط باين: ممنوع الرجوع، ممنوع الرجوع، ممنوع الرجوع. وبين كل درجة والتانية حسيت بحرارة بتزيد، كأنك نازل على فرن. كنت همشي، لكن قبل ما نكمل اضغط لايك واشترك فوراً، لأن اللي جاي مش مجرد قصة، ده تحذير حقيقي. لو لقيت درج في الأرض ما تنزلش. رجعت خطوة لورا، بس فجأة سمعت صوت حد بينادي من تحت باسمي: راضي، تعالى. مين يعرفني هنا؟ مفيش مخلوق. قلبي كان هيقف بس فضولي كان أقوى. نزلت أول درجة، اتقفلت البوابة فوقي بقوة كأنها عمرها ما كانت مفتوحة. الهواء اتغير، ريحته زي الحديد المصدي ممزوجة حاجة زي دم قديم. صوت أنفاسي كان بيرن في المكان، بس الغريب كان فيه نفس تاني، حد بيتنفس ورايا. كل ما ألف مفيش حاجة. نزلت حوالي 60 درجة، لقيت نفسي في حجرة مستطيلة جدرانها حجرية، وعلى كل حيطة رسومات لوشوش ناس بتصرخ. في نص الحجرة كان فيه مراية كبيرة، لكن اللي فيها مش أنا. كان شخص شبهي، بس ضحكته شيطانية وبيشاور ورايا. ولما بصيت ورايا لقيت كائن طويل جسمه مخروم وعينيه بتبرق بلون أحمر. كان الشيطان نفسه واقف في ظهري. حاولت أصرخ، صوتي ما طلعش. رجلي مشيت لوحدها ورجعت للدرج وبدأت أطلع بسرعة، لكن كل ما أطلع 10 درجات ألاقي نفسي برجع للحجرة تاني. اتكررت دي 3 مرات، وفي المرة الرابعة المراية اتكسرت لوحدها وطلع منها إيدين متعفنة ومسكت رجلي، وسمعت الصوت يقول: أنت اخترت، مش هتخرج تاني. غمضت عيني وقريت كل آية حافظها. فجأة صحيت على صوت الأذان ولقيت نفسي فوق عند البوابة الحديد، لكن الباب مقفول بمسامير وعليه ورقة مكتوب فيها: تم غلق البوابة بعد اختفاء الحارس راضي، لا تفتحها أبدا. بس أنا هنا فوق، ولا أنا. يمكن اللي طلع مش أنا الحقيقي.